علاش خاوله ما كتجاوبش، علاش ما كتقولش، علاش ما كتبررش، علاش بزاف ديال الحاجات. انا نجاوبكم جواب ديال اي امراه غادي تحس بيا. انا باغيه نكبر بنتي فقط لا اقل ولا اكثر. عائلتي يكونوا مزيانين، مزيانين بصحتهم، واكلين شاربين لابسين، يكونوا في صحه جيده، وانا نكون مزيانه، ما يكونوا عليا لا كريديات لا والو. هادشي اللي كنطلب من الله وموكله امري لله سبحانه وتعالى. فانستغرام دائما كنقول لكم طرد الخبز ديالي، ما عمري ما غادي نقول شي حاجه خايبه فيه. الا عملت شي حاجه سبونطاني كنعملها حيت هذاك الحب، ماشي شي حاجه اخرى لا اقل ولا اكثر فيها. دونك عافاكم، نقطه نهايه. ما يسردي حتى واحد شي حاجه، حيت كنبقى كنبقى مرا، ومرا دغيا كتضعف دغيا كطيح. هاد ستوري شحال وانا كنعاود فيه وما خصنيش نعمل لا مونتاج لا والو. شوفوا، انا ما بغيتش نهضر في حتى شي مساله كتخصني نهائيا، حيت انا الا هضرت وقلت ستوري ديالي من حقكم تجيو تسقسيوني علاش كيفاش فوقاش امتى. المهم الاسئله ديال دائما ديال اي حاجه. انا لي ستوري ديالي كنحطهم فيهم الخدمه ديالي، فيهم الحياه ديالي، فيهم انا مريضه، فيهم انا مزيانه. فريمون وريتكم جميع الحالات اللي فيهم، ما صرحت بتا شي حاجه اللي غادي تكون مثيره للجدل، ولا طلع لي ستوريز، ولا نركب على الموجه، ولا اي حاجه. انا كنتصرف مع الناس ديالي في الحياه ديالي زعما الشخصيه، ابار السوشيال ميديا اللي تبارك الله لي ستوري كيشوفوهم الاف راه تقريبا 700 الف واحد كيشوف لي ستوري ديالي حاليا. الوغ ستوري اللي ماشي ونكمل. هاد ستوري موجه لشجره العائله ديالي كامله، دو ا زد، من صغير لكبير، الناس اللي كيبغيوني، وطبعا نتوما لي فولورز ديالي المؤنسات الغاليات الجميلات الانيقات. دزت عليا بيريود مكفسه هاد اليومين، مرضى خايبه. الحمد لله ربي عتقني وعطاني عمر جديد وصحه جديده. بالخصوص فكرني سمحولي، حيت هاد المواضيع ما فكرني بانني عندي بنتي. فشكرا لكم، لي ميساج ديالكم، لي زابيل ديالكم، كلشي ديالكم. شكرا للناس اللي وقفوا معايا بالانرجي، شكرا للناس اللي تعاونوا معايا، ويا ربي تخليكم ليلي ويخلي لي لكم.